النهاردة هتكلم عن موضوع كده بالمستخبي فحاولوا تفهموه لانه اليوتيوب بتشيل اي حاجة تتعلق بالموضوع ده. فاللي فهم يقولي فهمت في التعليقات، يعمل لايك. اللي ما فهمش يقولي ما فهمتش، او حتى يوضح النقطة اللي ما فهمهاش وانا ممكن اوضحها له. هتلاقوا في نمري اللي يحب يتواصل معايا في اي مشكلة عنده او كده ممكن احلها له. ناس كتير متضايقة من الظلم اللي بيحصل وإنكار الحق وتغيير الحقائق. يعني أنا دايما بحاول أتحلى بالنفس المطمئنة والصبر. الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا ألا نغضب. الغضب بيخلي الإنسان ما بيعرفش يفكر، ما بيعرفش يفهم صح، ما بيعرفش يشوف الصورة صح. في غزوة بدر كانوا قليلين جدا وربنا نصرهم. فربنا قادر ينصر حبة صغيرين، قادر ينصر حبة صغيرين. ليه؟ بيمدهم بجنود. طب وكثرتهم زي يوم حنين إذ أعجبتهم كثرتهم، وهما ماشيين رايحين الغزوة لقوا شجرة اسمها ذات الأنواط. قالوا ايه ده؟ بيعلقوا عليها كده حاجات عشان النصر. قالوا عايزين زي دي. فقال لهم يعني انتوا بتبدلوا اللي هو الحاجات اللي ربنا عملها والإيمان اللي جوه القلب بحاجات شعارات وحاجات كده. اللي يعمل تعويذة وحاجات كده الرسول صلى الله عليه وسلم سماها شرك، اللي هو أكبر الكبائر. أنا لو اعتقدت في حاجة فهي شرك، لو اعتقدت في الكثرة فهي شرك. وما النصر إلا من عند الله. ليه شروط؟ ليه شروط. أنا جاي النهاردة أقول كلمة واحدة بس: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. واسكت؟ لا، إن كنتم مؤمنين. مفيش كوسة عند ربنا، مفيش حاجة يعديها عند ربنا. عنده شروط للنصر، ما عدهاش للصحابة بإيمانهم، بقوة إيمانهم، بكل اللي عملوه، برصيدهم اللي عند ربنا. ما غفر لهمش يوم أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان معاهم، ما غفر لهمش برضو الموضوع ده. ما بقاش زي واسطة او حاجة تخليهم ينتصروا والشرط مش معاهم. فين الايمان؟ سمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. سمعوا كلام ربنا؟ لا. خلاص يبقى مفيش نصر. لما هعتقد في اي حاجة غير ربنا مفيش نصر. مئات السنين فضلوا المسلمين متقدمين. ليه؟ عشان كانوا مؤمنين. اتهزموا امتى؟ لما راح الايمان. طب يرجع النصر امتى؟ لما يرجع الايمان. انا عايز اسال كل واحد متعصب ومتضايق او متنرفز كده، انت مؤمن؟ يعني بتصلي؟ بتعامل اللي حواليك كويس؟ بتتقي الله؟ عندك صدق؟ عندك امانه؟ بتسيب اللي في ايديك وتروح تصلي اول ما الاذان يدن؟ هل بتعطف على الصغير وترحم الكبير؟ عايز تنصر القلة المستضعفة وربنا ينصرهم؟ اتقي الله. انت اتقي الله في حياتك. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. عايز ربنا يغير حال القوم التانيين دول اللي صعبانين عليك؟ غير ما بنفسك. عايز بجد تنصرهم؟ اتقي الله. الصحابة ما عرفوش يفتحوا مصر عشان كانوا سايبين حاجة واحدة بس: السواك. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. مغلوبين. مين اللي غلبنا؟ مش الناس، احنا. يعني ينفع مثلا دكتور يروح يشتغل مهندس؟ ما هو معهوش الشهادة دي، ما تنطبقش عليه شروط ان هو يقبل في الوظيفة بتاعت مهندس. النصر ليه شروط، هيتحقق انت لما تنطبق على شروطه. ان كنتم مؤمنين. وبعدين حاجة، يعني هي المشكلة مش في الميتين، لان لما ماتوا في احد قال لهم ايه؟ قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. يعني احنا جايين الدنيا اصلا ليه؟ ما هنموت، هو اختبار. برافو، الحمد لله يا رب، ربنا ان شاء الله باذن الله يتقبلهم الشهداء.
وياريت والله الواحد يبقى معاهم يعني. ما احنا جايين الدنيا ليه اصلا؟ هما كام يوم؟ قل او كثر، اخرتنا ايه؟ كلنا هنموت، بس المهم هنروح فين؟ فالمفروض اعمل لليوم ده. حمزة سيد الشهداء راح في احد. يتخذ منكم شهداء، ربنا ينقي اللي هو عايزه. هزعل ان هو نقاهم؟ والله الواحد زعلان عشان ما نقاهوش، ده اللي يزعل. بس وحاجة كمان، غزوة الخندق كانوا محاصرين من كل اللي حواليهم، واجتمع كل شبه الجزيرة عشان يخلصوا من الحبة دول، وكانوا محاصرين ولا عارفين حتى يروحوا التواليت. هما كانوا بيقولوا كده، ولا فيش اكل ولا فيش حاجة. طب شفتوا اثار رحمة ربنا؟ يعني كل واحد هيعرف لو قلت له مالك يقول لك انا زعلان وحصل لي وحصل لي وحصل لي وحصل لي. هل هيعرف يحكي لك رحمة ربنا بيه، رأفة ربنا بيه، لطف ربنا بيه؟ مش هيعرف يوصله لك ولا يحكيه لك. مش عشان حاجة، غير عشان اصلا قليل من عبادي الشكور. مش اي حد تقول له مالك يقولك الحمد لله في احسن حال، والله ربنا كرمني جامد حتى هيخاف من الحسد. فمش هتعرف حد يحكي لك لطف ربنا. انت لازم تثق في ربنا، لازم تثق انه هو لا يظلم مثقال ذرة. انا اثق ان ربنا يعني يرمي كده بزي رصاصة في دماغ الباطل، في دماغه، زي ما قال في سورة الانبياء. يتقال زي ما يتقال، ما بتفرقش. ما كانوا بيقولوا على الصحابة حاجات كتير، على القلة المستضعفة دي، بيغيروا الحقائق، بيقولوا عليهم كلام كتير وحش قوي. لكن في الاخر جه فتح مكة، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. هو ده اللي انا متأكدة منه، ان النصر هيجي لما ينطبق علينا الشروط دي. اساعدهم ازاي؟ بان انا اقرب من ربنا وادعي، اتأكد ويبقى جوايا سكينة ان الباطل زهوقة، مهما اتغيرت الحياة، مهما الناس قالت حاجات مش صح، وان النصر من عند الله بس. وإن ينصركم الله فلا غالب لكم.